أنا شغالة في مستشفى كبيرة ومتعودة إن كل يوم بيجيلنا حوادث وناس مخبوطة، زي النهاردة مثلا لقينا شاب جاي في حادثة عربية، والشاب يا عيني كان خلصان وبيطلع في الروح. حاولنا نلحقه بس مفيش أي حاجة جابت معاه نتيجة. وفي اللحظات دي أنا بقيت متعودة إني أدخل على المريض وأفكره بربنا، يمكن يقعد يقرأ قرآن أو حتى يقول أي حاجة حافظها. فقلت له افتكر ربنا وتشاهد. طبعا هو ما كانش قادر يتكلم وبيحاول يشاور بإيده اليمين، بس أنا فضلت ماسكاها ومثبتاها في السرير جامد عشان كنا مركبين له محلول في إيده، ورجعت أفكره تاني يذكر ربنا يمكن تبقى ساعته الأخيرة. وفضلت وراه لحد ما خليته ينطق الشهادة كلمة كلمة بالعافية. بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. واضح إنه كان بعيد عن ربنا يا عيني، وللأسف ما كملش ساعتين وكان مات. وطبعا الشاب كان معاه متعلقات شخصية لازم أسلمها بنفسي لأهله، ففضلت قاعدة مستنياهم لحد ما قابلت أخوه الكبير. كان راجل محترم وزعلان جدا على أخوه، وكمان عشان مات وهو لسه صغير. قلت له مش هيغلى على ربنا، وكفاية إنه مات بعد ما نطق الشهادة. الراجل بصلي وقال لي شهادة إيه؟ هو أنت بتتكلمي عن أخويا جرجس؟ ساعتها أدركت المصيبة اللي عملتها بغبائي، وقلت يا ريتني سبته يرفع إيده، ما يمكن كان بيحاول يوريني الصليب. وأخوه بقى يقول لي يعني أنا عايز أفهم دلوقتي هنصلي على جرجس في أنهي مسجد بالظبط؟